هذه عشبة يسموها تيمولوجيت أو تيلوجيت. يعني الاستعمال تاعها خاصة إلى الاستوما. أولا الاستوما داوي الاستوما، وثانيا مليحة للبواسير. مليحة الدواء للبواسير. الاستعمال تاعها كيف؟ هذه تديها إلا بغيت تشربها خضراء تستعملها خضراء مع الريحان. الله يبارك. وكاين عشبة واحدة أخرى نحيناها هنايا، هذه يسموها كليل البري. كليل البري. ها الحلحال بنقولوا الحلحال هو كليل البري. كي تحب تخدم الطيزانة تخدمها مع هذه وكليل البري والريحان، تغليهم وتصفيهم ديهم في الجدار. اللي عنده الحريق ولا عنده الاستوما كل صباح يشرب كاس اجان ان شاء الله بربي يداويه. وكاين استعمال واحد اخر تاعها انك تيبسها وتدقها مليح مليح حتى تولي كيما الحنه، تقدر ديرها في الياغورت تاكلها في الياغورت. هذا الاستوما. كاين دواء واحد اخر فيها ثاني كذلك، هذه كما مكتوبه تيمولوجيت، وانا كنت نعرف الدواء تاعها وقالها لي انسان بانو ميزاب. بني مزاب كي شفتو في البليده قلت له هو يبيعها في البليده، قلت له انا نعرفها مليح، انا شريتها في الساشيات. قلت له هذه ولا تصلح؟ قال لي تصلح للبواسير. الله يبارك. الاستعمال تاعها يعني قلت له كيفيه الاستعمال تاعها؟ قال لي دقوها، قال لي خليها تيبس كاع مليح 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 وتدقها ومن بعد تخلطها بالزبده مسوسه تاع البقره ولا تاع المعزه بالزبده مسوسه زبده. قال لي تصنعها كيما لي سيبو شميعات. قال لي وتستعملها طاحوا لي باش تقطع عليهم. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. هذه مفيدة جدا. وكيف هنا رانا في أعالي منطقة تورير. سيدي مجاهد بلدية بن علي الولاية عندك. في الماء تغلي غطيها من الفوق، خليها في الماء تغلي بزاف ساعة 4 ساعات وقلعها وخليها تصفى وتولي وهي مرة. غادي يدير تشوف مرصو هي مرة. لازم لها شوية سكر، شوية أو عسل كاع يتيني شوية غرفة عسل. يا ودي شوف داوي الاستوما تاعك ما تزيدش تشوف ولا أنا كنت الحليب كنشربو يدير لي الحليب كنشربو يدير الحليب. نهار اللي وليت نشرب الحليب صح كستها منا أنا فرحت قلعت شوية ليه وشوية للجماعة. نهار اللي درتها درت لي كنت في الجدار وبديت نشرب منها. عارف شو هو؟ تصلحك وتفتح الشهية للأكل. الله يبارك. عدة أشياء يعني فيها دواء عظيم. فوائد كبيرة. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، الله يحفظك محمد. بارك الله فيك.